السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. لقد حسم ياسين عدلي صاحب 23 عاما مستقبله الدولي باختياره للعب لفرنسا، موجها بذلك صفعة للجماهير الجزائرية وللمدرب الجديد للخضر فلاديمير بيتكوفيتش بعد استبعاد فكرة اللعب للمنتخب الجزائري في المستقبل. وصدم ياسين عدلي الجماهير الجزائرية عبر تصريحات أدلى بها اليوم خلال المؤتمر الصحفي يسبق مواجهة سلافيا براغا التشيكي ضد ميلان الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي الدور الأوروبي. وأجاب ياسين عدلي على صحفي سأله بين الجزائر أو فرنسا، وقال ياسين عدلي: كلاعب أرغب في أن ألعب بأعلى مستوى، اللعب للمنتخب فرنسا يعد هدف لي، سأشرح لكم ذلك في وقت لاحق، ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن ذلك. ولقد سار ياسين عدلي على خطى نبيل فقير اللاعب ريال بيتيس الإسباني حاليا، الذي كان قريبا جدا من تمثيل المنتخب الوطني الجزائري في عام 2015، لكنه غير قراره بشكل مفاجئ واختار اللعب للمنتخب فرنسا. كان المدرب الجديد للمنتخبنا الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش خليفة جمال بالماضي قد سئل في المؤتمر الصحفي له الأول عن استدعاء ياسين عدلي في المستقبل، ورد قائلا: عدلي لاعب مثير للاهتمام، لكنني حاليا لا أريد التركيز على اللاعبين الموجودين. وبهذا التصريح يكون عدلي قد حسم موقفه نهائيا بشأن المنتخب الذي سيمثله مستقبلا، حيث اختار صراحة المنتخب الفرنسي على حساب المنتخب بلاده الأصل الجزائر، ليسقط فرضية حضوره ضمن القائمة الخضر المقبلة أو التي تليها بشكل نهائي، في ضربة موجعة للجماهير الجزائرية التي كانت تتمنى تشكيله لخط وسط الميدان رفقة زميله في الميلان إسماعيل بن ناصر. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. ما رأيكم في اختيار ياسين عدلي لفرنسا؟ ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله.